ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في محاضره جديده من محاضرات الارت كام. احنا في المحاضره دي طبعا هنبتدي بالحاجات اللي الناس كانت مستنياها بفارغ الصبر، اللي هي ال 3 دي. بص، قبل ما ابدا، ال 3 دي هنا علشان تطلع تصميم 3 دي مش صوره ولا هي دوسة زرار. الموضوع برضو يعني فيه شويه تعقيد، او مش تعقيد، يعني ليه طرق. ما ينفعش ان انا احط صوره للمكنه واقول اشتغلي على كده. في كذا طريقه، او خلينا نقول ادوات في الارت كام بترسم 3 دي. هي بتعمل لي الحاجه المطلوبه. هو مش اقوى برنامج في رسم ال 3 دي. طبعا في برامج عملاقه زي 3 دي ماكس وزي راينو اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله، وفي زي مايا 3 دي، وفي سوليد ووركس، وفي مليون حاجه غير الارت كام. فطبعا احنا هنتعلم هنا، هنفهم بس البرنامج بيعمل ايه بالظبط بادوات ال 3 دي، وبعد كده ان شاء الله هنتعمق اكتر في الراينو، علشان هو ده اللي يعني اللي بعد كده هنبقى نرسم عليه ونصدر للارت كام. فخلينا نبدا كده نشرح سريعا ايه الادوات اللي موجوده هنا. انا عندي بدايه الادوات بتاعت 3 دي حاجه اسمها شيب اديتور. شيب اديتور دي بتعمل ايه؟ تعالى خلينا نرسم دايره، وخليني ارسم كمان دايره هنا كده، وارسم جواها دايره تانية. تمام، وخلينا ارسم مربع كمان، وتعالى نشوف مع بعض الشيب اديتور ده بيعمل ايه. انا لو علمت على المربع بكل بساطه كده ودوست على شيب اديتور، مش شايف ان في اي حاجه حصلت. ليه بقى؟ علشان انا هنا فاتح ال 2 دي فيو. خلينا نفتح 3 دي فيو. عندي هنا الاشكال اهي اللي انا راسمها. تعالى بقى نبص على الاعدادات هنا ونشوف ايه اللي هيتغير معايا. عندي حاجه هنا في الاول اسمها راوند، وحاجه اسمها سكوير، وحاجه اسمها بلان. فيعني ايه بقى؟ طيب، راوند خلينا نشوفها. بص بتعمل ايه؟ بتطلع لك الشكل زي ما تكون بتنفخه، زي ما تكون هي اداه نفخ، وبتحكم فيها من هنا. تمام كده. وممكن كمان يبقى لتحت زي ما انت شايف كده، يعني هي لو جينا تحت هتلاقيه منفوخ لتحت. طيب، في ايه تاني؟ في سكوير. سكوير ده عامله زي هرم كده. بص، عمل لي المربع زي هرم كده. في حاجة تالتة اسمها بلان. طيب، بلان دي هندسة مسطحة، مفيش أي حاجة. ما هو أنا هقول لك على حاجة، أنا أقدر إمتى أشوف البلان دي؟ لما أجي هنا في الستارت هاي، تمام، لأن هي مسطحة ما فيهاش أي شكل خالص. فلو قلت له هنا في الستارت هاي مثلا 10 مللي، بص إيه اللي حصل؟ هو يا دوب طلعها لي، يعني المنطقة اللي أنا معلم له عليها رفعها لي لفوق بالقيمة اللي أنا هكتبها له. ده بالنسبة لبلان. خلينا نتعمق أكتر في راوند، وهرجع هنا أقول له دي زيرو. بص يا سيدي، كل الحاجات دي طبعا ليها اعدادات تحت. خلينا نشوف مثلا الراوند. عندي حاجه اسمها نو ليميت، يعني من الاخر اتحكم من السلايدر ده اعلى اوطى، مفيش ليميت انا متحدد له. والرسمه مهما يعني مثلا لو كبرت المستطيل هتلاقي الارتفاع بيزيد اكتر. فده نو ليميت، ماليش ليميت التزم بيه. طيب، في حاجه تانية اسمها ليميت تو هاي، اللي هي من رسمتها كده. بص بيعمل ايه؟ او بص هنا، ده الكروس سكشن بتاعنا. لو انا عليت كده وجيت هنا مثلا في ليميت تو هاي، بيسالني تحت ايه الهايت بتاعك، فاقول له مثلا 10 مللي. فهو خد من الزيرو من الارضيه لحد فوق 10 مللي، وظبط لي عليها الدايره. بس خد بالك، هو عمل لي فيها حته مسطحه فوق. يعني انت لو تاخد بالك معايا كده، هو عمل لي فيها حته مسطحه فوق. ده مفيد كتير وبنستعمله كتير. طيب، في حاجه تانية اسمها سكيل تو هاي. سكيل تو هاي انا مثلا بقول له هنا عايز 20. ده الارتفاع النهائي للشكل اللي هو ده. هو مش هيعمل لي فيه حته مسطحه، ولكن ده النهائي بتاعه. هو خد من الزيرو من الارضيه لحد فوق هنا 20 مللي. مش فارقه بقى الرسمه، يعني انا لو نزلت كده، بص هو برضو ملتزم بال 20 مللي، وهتلاقيه بيتاثر هنا وهنا. ولكن فوق هنا، علشان تبقى واخد بالك، انا عندي هنا اكس وواي وزد. تمام، الزد دي اللي انا ببص منها الارتفاعات بتاعتي وصلت لحد فين. فتعالى هنا مثلا هقف في نص البتاع ده، في نص المستطيل ده كده، وبص تحت هنا. بص تحت هنا، خليك مركز معايا، 19 ونص، وهتلاقيه برضو ايه بيوصل ل 20 في النص بالظبط، في السنتر بالظبط. يعني هنا يعتبر 20 اهو. تمام كده. فسكيل تو هاي دي ده الارتفاع النهائي للشكل اللي انا هعمله هنا. تمام كده، من غير ما يعمل له حته فلات فوق. عندي اختيار رابع، وهو كونستانت هاي. يعني ايه بقى؟ بيقول لي هنا الهاي نفس فكره برضو سكيل تو هاي، ان هو برضو ملتزم بال 20 مللي او ال 2 سم اللي انا اديتهم. بس في حاجه زياده هنا اسمها كورنر انجل. طيب، خلينا اجرب كده مثلا انجل 50 بس بدل 150. بص كده ايه اللي حصل. خلينا نشوف الكلام ده في الدايره. طيب،
طيب هي في الدايره مش هتفرق حاجه، هو هنا بيتحكم لي في الزوايا اللي هنا، تمام. فانا مثلا هو كان الافتراضي بتاعه 150 عشان يطلع لي الشكل كده، لو انا عدلت هنا اقدر اتحكم في الزوايا دي هتبقى حاده قد ايه، تمام كده. طبعا خالص مش هنحتاج الموضوع ده، او ما اعتقدش يعني ان حد هيكون محتاجه. سكيل دي مش هشرحها لان احنا مش محتاجينها اصلا، فطلعها من دماغك ومش هنشتغل بيها خالص. بس المهم بقى عندي حاجه اسمها ريليف كامبين مود. طيب يعني ايه ريليف كامبين مود؟ في حاجه هنا اسمها اد، وحاجه اسمها سبتراك، وفي حاجه اسمها ميرج هاي، ميرج لو، ريبليس. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده انا هفهمه هنا؟ لا مش هفهمه هنا، هفهمه لما اجي مثلا اشتغل في الدايره دي واقول له عايز هنا الليميت تو هاي او سكيل تو هاي قصدي، واقول له راوند، واقول له ان انا عايزها الهايت بتاعها 20 مللي، تمام، واقول له ابلاي، واجي بقى على اللي تحتها دي الدايره اللي جوه دي، واجي ايه اعمل سكيل تو هاي، واقول له هنا راوند، واقول له الهايت عايزها 3 سم. فبص بقى ايه اللي حصل، انا الدايره اللي كانت 2 سم جوه اهي، ودي اتعملت فوقيها. ليه بقى؟ علشان انا هنا عامل اد، فحط لي الكتله دي تحت الكتله دي، وزي ما يكون ايه زقها كده، فاهم؟ طيب في حاجه تانية اسمها ميرج هاي. بص لو عملت ميرج هاي ايه اللي هيحصل؟ ميرج هاي يعني اتحاد مثلا، يعني هو لحد ال 2 سم كانوا متحدين مع بعض، والسنتي الزياده هو اللي باين عندي هنا في الدايره الجديده. بص لو بصينا من تحت لحد هنا كانوا حته واحده، وبعد كده السنتي الزياده هو اللي باين عندي فوق، ودي بنستخدمها كتير جدا جدا جدا، وخليك عارف حاجه عندي اسمها سبتراكت، بيطرح دي من دي. يعني بمعنى انا دلوقتي بص كده لو انا عدلت في اي حاجه من دي، عدلت كده مثلا، هتلاقيه عملها لي ايه زي مثلا طبق الكلب اللي كان بيجي في مسلسلات الكرتون كده، تمام. طرح لي الدايره الجديده اللي انا عامل عليها سيلكت من الدايره القديمه اللي كانت موجوده وانا عملت له عليها ابلاي. عندي حاجه تانية اسمها ميرج لو. يعني ايه ميرج لو؟ يعني الشكل الجديد اللي انا عملته هيطرحه من الشكل القديم، والحته اللي كانت مشتركه بينهم هيطرحها لي. وهو يمكن لو حتى شرحها بكلام كان صعب او معقد، بس فكرتها ببساطه ان هو بيقص لي التقاطع اللي بين الشكلين، الشكل الجديد والشكل القديم. ودي برضو ليها استخدامات كتير هنعرفها مع الشغل ومع التطبيق. في حاجه اسمها ريبليس، معنى كده ان هو بيشيل القديمه ويحط الجديد، لا هو بقى بيعمل لي دمج بينهم ولا الكلام ده كله. هو هنا دي 3 سم اهي، ارتفاعها 3 سم، تمام، طرح الجديده 3 سم من القديمه ال 2 سم، استبدل القديمه بالجديد. عندي حاجه هنا اسمها ستارت هاي. ستارت هاي يعني ايه؟ احنا اتعلمناها برضو في البلان، بس خلينا نجرب هنا. لو انا هنا قلت له ان انا عايز ده مثلا، تمام، ارتفاعه 2، وجيت عند ستارت هاي وقلت له عايز هنا 10، ايه اللي حصل؟ رفعه لي حته مستقيمه بقيمه ال 10 مللي، وبعد كده بدا من فوقيهم يعمل ال 2 سم اللي انا قلت له عليه، بدا ينفخ لي ال 2 سم اللي انا قلت له عليه. اللي تحت دول دي حاجات تبع الكيرفات، تبع النود اديتنج، حاجه بتخلي لي برضو الحروف سموز، او انا برسم كيرف يعني. او خلينا نشوف كده، وانا ممكن اعدل هنا، لو دوست هنا دي فعلتها، ممكن اعدل زي ما انت شايف كده، يعني اقدر اعدل في الكيرف نفسه اللي كان موجود، ان انا اعدل نقطه بدل ما اروح للنود اديتنج والكلام ده، تمام. زي ما انت شايف هو شكل مش مفهوم خالص، بس ايه يعني برضو لازم ناخد فكره عن الموضوع يعني. طيب ده كان بالنسبه للشيب اديت. عندي طرق تانية للرسم في 3 دي، عندي كتير. عندنا طريقه تانية في رسم 3 دي وهي الطريقه الاكثر استخداما. فانا خليني مثلا ارسم لك قوس، خلينا نيجي هنا كده عدل، خلينا نرسم قوس صغير، ونرسم مثلا قوس هنا كبير كده تمام، وخلينا نرسم قوس هنا، قوس كده مثلا. طيب معناه ايه اللي انا رسمته ده؟ بص انا عندي اداه هنا اسمها تو ريل سويب. يعني ايه تو ريل سويب؟ يعني من الاخر بيقول لي انت عشان تستعمل الاداه دي انت محتاج يكون عندك سكتين او 2 كيرف يكونوا ماشيين مع بعض، تمام، استعملهم كانه قضيب قطر كده، وامشي لك عليهم حاجه اسمها كروس سيكشن. كروس سيكشن يعني ايه؟ يعني المقطع بتاع الحاجه. تعالى بقى نتخيل مع بعض كده الشكل ده. بص دي معروفه اللي هي الحليات اللي بتبقى في السقف في الجبس، الشغل القديم وكده، والحاجات برضو اللي هي في كبراويز او الكلام ده كله. فخلينا نتخيل لو مسكنا حته من دي قطعناها كده، تمام، ايه اللي هيبقى ظاهر قدامنا؟ فبص بقى هنا هو عامل لك قصاد كل حاجه الكروس سيكشن بتاعها. بص هنا الشكل ده اهوت كده، وده المقطع بتاعه، دي القطعيه بتاعته. بص كده ده برضو يعني ايه زي ما نقول الاوت لاين للقطعيه بتاعته، واضحه كده الصوره. خلينا مثلا دي برضو احنا بنستعملها كتير. بص الكروس سيكشن بتاعها عامل ازاي؟ يعني
لو تركز هنا وهنا هتفهم القصه فيها ايه. طيب عرفنا يعني ايه كروس سيكشن، تعالى بقى نشوف احنا هنطبقه ازاي. ده انا رسمت مقطع او قطع كده للحاجه اللي انا متخيلها في دماغي ان انا محتاجها تكون موجوده. تمام، ممكن امسك بقى ده وده وده واعلم على طول. بص هتلاقيه عمل لي الشكل اوتوماتيك اهو. او انا مش محتاج كده، لا انا محتاج انا اعلم كل حاجه بايدي. فهعمل ايه؟ هفتح تو ريل سويب واقول له مثلا ان انا عندي ده الفيرست درايف ريل، واقول له عن ده سكند درايف ريل، واقول له عن ده هو الكروس سيكشن بتاعي. بيقول لي هنا اد كروس سيكشن او انسيرت كروس سيكشن، فبقول له تمام اد. طيب هو ليه المره اللي فاتت كان عامل لنا التجويف لبره والمره دي تجويف لجوه؟ هو ده اصلا اللي انا محتاج، بس هو ليه عمل كده؟ علشان انا بس الاول كان محدد لي ان ده رقم 1 وده رقم 2. دلوقتي انا قلت له ان ده رقم 1 وده رقم 2، الخطين دول. يعني انا مثلا لو الخط ده جيت هنا قلت له ان هو ده الفيرست، قلت له ان ده السكند، بص ده عمل لي كده. فانا لا، انا كنت محتاج العكس، انا محتاج ان ده هو الفيرست ومحتاج ان هو ده السكند. احيانا ممكن تحصل مشكله. ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ ممكن تيجي تعمل حاجه تلاقيها بايظه كده. طب ليه هي بايظه كده؟ لان خد بالك ان هو عامل له اسهم كده، وده بيقول لك ان ده اتجاهه كده. تمام، فالاتجاه ده ماشي كده. المفروض علشان يبقى الشكل سليم معايا يبقى الاتجاه التاني برضو ماشي كده. تمام، يعني بص لو خدت بالك هنا ده ماشي كده والاتجاه ده ماشي كده، فلو في اتجاه فيهم معاكس للتاني بتبص تلاقيه عمل لك المشاكل دي. طيب فهنا ببدل من السهمين دول الاتجاه بتاع الريل بتاعي من هنا او من هنا. فبقول له والله ان انا عايز كده، يبقوا الاثنين اتجاههم كده او الاثنين اتجاههم كده. اقدر اضيف كذا كروس سيكشن، يعني بمعنى ان انا اقدر ابتدي بكروس سيكشن وانهي بكروس سيكشن تاني. يعني انا مثلا هفترض ان انا بديت بكروس سيكشن ده تمام، وعايز انهي بكروس سيكشن ده اهو. بص كده عمل لي ايه؟ نهالي بكروس سيكشن ده وابتدالي بالكروس سيكشن ده. حلو كده. اقدر احط كروس سيكشن تالت، فهقول له مثلا ان انا عايز كروس سيكشن ده ازوده معايا. طيب في حاجه تانية ظهرت اسمها بوزيشن، تمام، وفي نقط ظهرت هنا وبيقول لي رقم 2 و3 و1. معناهم ايه؟ معناهم ان انا اقدر اتحكم من هنا في الكروس سيكشن اللي في النص ده انا عايزه يبقى فين بالظبط، اللي هو رقم 2. تمام، فانا دلوقتي اقدر اتحكم في مكان الكروس سيكشن اللي في النص، واقدر اضيف اكتر من واحد على فكره. يعني مش بس واحد ولا 2 ولا 3، لا ده انا اقدر اضيف كروس سيكشنات كتير جدا. طيب عندي ايه تاني؟ حاجه زياده بقى هنا في توري السويب، حاجه اسمها سيت زد مود بروفايل. زد مود بروفايل معنى كده ان انا لو قلت له ان انا عايز ده تمام، وجيت قلت له هنا سيت زد مود بروفايل، بص هنا عمل لي ايه؟ هو هنا المقطع عمله لي ده، والتزم لي كمان بان طول ما هو ماشي لي على الزد اللي انا مديهوله. انا قلت له والله اتبع الزد ده، ابدا من على ما فيش، اطلع شويه وبعد كده انزل شويه وبعد كده ايه تجويف صغير كده. وده نفس الشكل اللي هو ده. خلينا نعدل الشاشه. ده نفس الشكل اللي هو هنا، بدا من ما فيش، طلع عالي قوي، بعد كده نزل، بعد كده طلع حاجه بسيطه ونزل على ما فيش. تمام كده. اقدر بقى ايه؟ بيقول لي فيكتور كنترولز اكزاكت هايت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني الزد مود بروفايل اللي انا مديهوله ممكن اقول له التزم بالارتفاعات بتاعته. بمعنى ان لو انا هنا من الصفر، لو انا هنا ده رسمه باستقامه وبقول هنا ده الصفر بتاعي وانا رافع فوق مثلا 10 مللي، تمام، فانت تلتزم بالارتفاعات وتبقى برضو اخرك ال 10 مللي دي. تمام، بمعنى تعال نشوف كده. لو انا جيت هنا قلت له فيكتور كنترولز اكزاكت هاي، بص كده تقريبا الفكره وضحت. طيب في حاجه تانية اسمها سكيل هايت ويز ويف، بمعنى كل ما الضلع بيفتح معايا الارتفاع يزيد معايا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا خلينا نرسم حاجه هنا. انا مثلا هرسم دي كده كده. خلينا نفتح مود اديتنج على الاثنين ونعلم على كل دول ونقول له سموث، نعمل دي كده اهي، نمسح دي مالهاش لازمه دي هنا. تمام كده. وهاجي على دول كده، خليهم هنا عشان نشوفهم. هاجي على دول كده واقول له كروس سيكشن اوتوماتيك، هو علمهم لي. بس خد بالك بقى هو هنا عمل ايه؟ هو مخلي لي ده اتجاهه كده وده اتجاهه كده. فانا دلوقتي لو ضفت الكروس سيكشن ده هيحصل فيه مشكله. فايه حلها؟ ان انا العب في الاسهم دي. تمام كده. طيب سكيل هايت ويز ويت، بص كده طول ما انا بادئ رفيع هنا هتبص تلاقي الارتفاع صغير. بص كده. وكل ما الموضوع بيتخن كل ما الارتفاع بيزيد. عاملها لك نسبه وتناسب علشان ما يبقاش الموضوع شاذ. معروف ان الحاجه الكبيره بتبقى اعلى، معروف ان الحاجه الصغيره كمان بتبقى اقل شويه في الارتفاع. ممكن تكون مفيدة ليه. في حاجة تانية اسمها سكيل فاينل هاي، لو علمتها مع دي تمام اقدر اتحكم من هنا في الفاينل هاي.
ايه بقى الفاينل هاي؟ النهائي. يعني انا لو قلت له الفاينل هاي ده مثلا 10 مللي، فهبص الاقي ايه؟ الاقيه هو برضو عملها لي رفيعه واطيه والحته العريضه عاليه، ولكن التزم بايه؟ التزم بال10 مللي. ده بقى يعني ده اللي هيخليك تقدر تستعمل اللي فوقيها. انما لو انا معلمتش هنا وسبتها كده سداح مداح، هتبص تلاقي نفسك احيانا في رسومات ممكن الدنيا تخرب منك بسبب الارتفاعات دي. فلا، انا هنا بقول له سكيل فاينل هاي عشان ابقى عارف كل حاجه هيبقى ارتفاعها لحد كام. تمام كده. عندي حاجه تانية اللي هي ستارت هاي. لا، انا اقدر اضيف حته عدله تحت الرسمه او ارفع الرسمه بجزء عدل، وده برضو احنا هنحتاجه كتير في رسم ال 3 دي وهنشوفه كتير مع التطبيق. بس كده، ودي كانت محاضرتنا النهارده. طبعا احنا هنطبق على كل الكلام ده، فمش عايزك تستعجل خالص. انا دلوقتي شرحت لك اداتين بس. في المحاضرات الجايه انا عايزك انت كمان تطبق على بال ما نتقابل في المحاضرات الجايه. شوف احنا عملنا ايه وطبق هو او تخترع رسمه تانية وتستخدم فيها الاداتين دول بس. ولما نتقابل تاني ان شاء الله نخش في ادوات جديده لغايه لما نخلص ادوات ال 3 دي، وبعد كده نعمل مع بعض رسمه من اولها لاخرها، ايا كان بقى برواز او وش سرير او اي شغلانه. تمام، وبس كده. اشوفكم على خير المحاضره الجايه.